بعد المواجهة النارية بينهما، يجب على غودزيلا وكونغ الاتحاد مرة أخرى ضد تهديد غامض من الأرض المجوفة يمثل تحديا لوجودهم ووجود البشر. اليوم سنلخص قصة فيلم غودزيلا إكس كونغ The New Empire. يبدأ الفيلم في عالم سري داخل الأرض يدعى الأرض المجوفة، وهو مليء بمخلوقات ضخمة وقوية. تلاحق كونغ كلاب عملاقة ويقودهم كونغ بذكاء إلى فخ من خلال القفز من حافة التل، مما يخدع مطارديه ويسقطهم. يقفز أحدهم إليه ويقع في فخ آخر ويسقط جذعا، فتنهار عليهم الصخور ويمسك بأحدهم ويقسمه لقسمين، وهذا يجعل الكلاب تهرب خائفة، مما يثبت أن كونغ هو زعيم الأرض المجوفة. وبينما يحاول الأكل يؤلمه سنه ويأتي مخلوق يسرق طعامه، يسمع صوت غوريلا أخرى ويقفز كونغ للبحث عن مصدر الصوت لأنه وحيدا في هذا العالم، لكن للأسف يجد مخلوقا يشبه الضفدع يقلد صوت الغوريلا، ويصاب كونغ بالإحباط ويعود ويجلس متألما من سنه. نتعرف على الدكتورة إيلين أندروز التي تراقب التهديدات التي يشكلها العمالقة باستخدام نظام متقدم. يظهر عملاق يدعى سيلا في روما ويتسبب بحالة ذعر للبشر. غودزيلا العملاق الحامي للأرض يتصدى لظهور العملاق المخيف سيلا. تشعر إيلين بالقلق في مكتبها بسبب إشارات غريبة من الأرض المجوفة. في الوقت نفسه تعاني ابنتها بالتبني جيا من أحلام يقظة غريبة، وتبدأ في رسم تفاصيل مقلقة. سلوكها الغريب يثير قلق معلمتها وزملائها، مما يستدعي إيلين إلى المدرسة. تخبر جيا والدتها أنها تشعر بالارتباك والخوف من رؤى غامضة تراها، مما يكشف عن قدرتها الخاصة كآخر ناجية من قبيلة إيوي. بينما كانت إيلين تفكر في رسومات جيا، اكتشفت أن الإشارات الغامضة من الأرض المجوفة تشبه تلك الرسومات. قررت البحث عن بيرني هايز الذي اكتشف أن هذه الإشارات لم تكن من مخلوق عملاق، بل أرسلت من قبل أشخاص، وهو أمر غير معتاد. في هذه الأثناء استيقظ غودزيلا واتجه إلى فرنسا، ويخرج أيضا كونغ إلى سطح الأرض. تلتقي إيلين وجيا بكونغ الذي يعاني من ألم شديد في أسنانه. تستدعي إيلين ترابر الذي يقوم بشجاعة بإزالة سن كونغ باستخدام طائرة، مما يساعده على الشعور بالتحسن بعد تركيب سن معدني له. إيلين تعود إلى مكتبها لتناقش مع بيرني أن الإشارات التي يتلقونها تأتي من أشخاص، مما يشكل تهديدا للأرض المجوفة. قررت مواجهة هذا التهديد وشكلت فريقا للذهاب إلى جوف الأرض. انطلق الفريق إلى مركز الأرض، حيث واجهوا تحديات خطيرة، ولكنهم وصلوا إلى العالم الجميل. في هذه الأثناء كان هامبتون يراقب غودزيلا الذي يغادر روما متجها شمالا لمهاجمة محطة نووية في فرنسا لاكتساب القوة من الإشعاع في ظل تهديد وشيك. يهاجمه سلاح الجو بالصواريخ، لكنه يدمر جميع الطائرات. اكتشفت إيلين مركز مونارك المدمر في الأرض المجوفة، بينما شعر كونغ بطاقة غريبة التقط فأسه وتابع استكشاف المكان. خلال استكشافه يرى غوريلا ضخمة من خلال الضباب، ولكن يتضح أنه ظل لغوريلا صغيرة يدعى سوكو. يمد كونغ يده له، لكنه تعرض للعض منه. بعد مطاردة واجه كونغ غوريلا كبيرة، ويهجم عليه اثنان آخران ويثبتوه على الأرض، لكنه قام واشتبك مع الجميع. تمكن كونغ من هزمهم ورمى الهارب بصخرة على رأسه مبرهنا على قوته كزعيم، وأمر سوكو بأخذه إلى قبيلته. في هذه الأثناء كان فريق إيلين يحاول فهم إشارات غريبة. بينما أراد كونغ العثور على قبيلته، خدعه سوكو للذهاب إلى النهر، حيث كان هناك ثعبان ضخم مختبئ. هاجم الثعبان العملاق كونغ، وعندما كان كونغ على وشك الخسارة هرب سوكو، لكن ألقي أمامه فاس كونغ ورأس الثعبان، ويظهر كونغ منتصرا. بعد ذلك يعطيه كونغ قطعة لحم من الثعبان ليأكل،
ويطمئن له سوكو بسبب حسن معاملته. يذهب غودزيلا نحو القطب الشمالي حيث يوجد وحش يدعى تيامات، والمكان الذي يختبئ فيه تيامات مشحون بطاقة كهرومغناطيسية من الشمس، مما يجعل هذه المنطقة تحتوي على مخزون كبير من الطاقة. وإذا تمكن غودزيلا من هزيمة تيامات واستحوذ على هذه الطاقة ستزداد قوته بشكل كبير، وبالفعل تمكن غودزيلا من هزيمته. في أعماق الأرض اكتشفت إيلين وجيا آثار حضارة شعبها، ويتبين أن شعبها كان يعيش هنا قبل أن ينتقلوا إلى جزيرة الجمجمة. وعندما تضغط جيا على حجر معين يبدأ المكان من حولهما بالامتلاء بالماء. يتقدم الماء نحو غشاء فتحوه ليظهر خلفه مكان سري، ويكتشفان أن هذا المكان هو مصدر الإشارات الغريبة. وعندما دخلوا المنطقة السرية شعرت جيا بوجود شخص قريب، وفجأة ظهرت مجموعة ورفعت أسلحتها نحوهم وأخذوهم إلى قبيلة إيوي التي تنتمي إليها جيا. أدركت إيلين أن القبيلة تتواصل بالتخاطر، وأخذوا جيا إلى قائدتهم الذي تأكدت من أنها واحدة منهم. شرحت جيا لإيلين أن قبيلة إيوي أرسلت إشارات لغودزيلا وأيقظته عندما كان في إيطاليا بسبب وجود تهديد. وتظهر النقوش أن شعب الأرض وشعب الأرض المجوفة كانوا يعيشون في سلام حتى ظهر غوريلا يدعى سكار كينج الذي هدد هذا السلام وشن حربا ضد غودزيلا. وانتصر غودزيلا وسجن سكار وقبيلته في جوف الأرض، لكنه لا يزال يطمح بالخروج للسطح مما يشكل تهديدا للجميع. يصل كونغ لقبيلة سوكو ويكتشف معاناة الغوريلات تحت سيطرة سكار كينج، مما يجعله يغضب ويواجه المتنمرين. يظهر سكار كينج وضحك عليه بسبب أسنانه المعدنية، لكن سكار استشاط غضبا وألقى بوالد سوكو في حفرة من الحمم، مما جعل سوكو حزينا. غضب كونغ مما أدى لقتال عنيف بينهما. عندما أدرك سكار أنه سيهزم لا محالة استدعى عملاقا جليديا يدعى شيمو إلى المعركة. يسيطر سكار على شيمو عبر الكريستالة ويأمره بالهجوم على كونغ. يتصدى كونغ لكنه يشعر بالضعف. يشير سوكو إلى مخرج للهروب فيهرب كونغ تاركا فأسه، مما يسمح لسكار بالاستيلاء عليه وأمر القرود بمطاردة كونغ. كان كونغ في ذلك الوقت يهرب ويريد العودة إلى بيته، لكن القرود كانت تطارده وبعضها وقع في الفخاخ الخاصة بكونغ. وصل كونغ إلى نهاية الطريق ووقف ليقاتل الباقين وعرفوا أنه فخ، لكن سوكو أسقط الصخور عليهم فماتوا جميعا. شعر كونغ بالراحة وشكر سوكو وأخذه وسارا معا، ولكننا رأينا قردا واحدا تمكن من النجاة وذهب خلفهم. تمكن كونغ من معرفة مكان القبيلة بفضل جيا لأنه شعر بوجودها. بعد ذلك وقع كونغ من التعب وأخبر جيا أنه فقد بيته. بينما كانت إيلين وترابر يتفقدون إصابة كونغ عاد القرد الذي كان يراقبهم إلى سكار ليخبره بما رآه، وعرفوا مكان كونغ. قال أيضا إن هناك بوابات تؤدي إلى الأرض. فقرر إسكار ورفاقه وشيمو الذهاب إلى مكان القبيلة. نعود إلى غودزيلا الذي كان في قاع المحيط يمتص طاقة كهرومغناطيسية كبيرة. بعد أن امتص الطاقة خرج بتحديث جديد وتحول لونه إلى البنفسجي وزادت قوته أضعافا.
تفقد ترابر ذراع كونغ المصابة واعتبرها خطيرة، مشيرا إلى ضرورة العودة إلى قاعدة موندراك لعلاج كونغ. كان العلاج عبارة عن ذراع حديدية وقد انتهى تصنيعها. جلب ترابر الذراع الحديدية لكونغ وتركيبها، مما زاد من قوته واستعاد عافيته. بينما كان سكار وشيمو يقتربان، أخبر سوكو كونغ. نصحت جيا كونغ بضرورة استدعاء غودزيلا للمساعدة، فاقتنع وذهب إلى السطح لجلبه، لأنه بدون غودزيلا لا أمل في الانتصار. دخل كونغ إلى مصر. وصاح ليشعر به غودزيلا الذي تحرك نحو الأهرامات. في الوقت نفسه كانت جيا تقوم بطقوس لاستدعاء موثرا، ونجحت في ذلك. غودزيلا ظن أن كونغ يتحداه، فغضب ودمر كل شيء في طريقه. عند مواجهتهما حاول كونغ تهدئة غودزيلا، لكنه هاجمه. كان غودزيلا على وشك إطلاق الشعاع على كونغ، لكن موثرا وصلت وهاجمت غودزيلا وتواصلت معه، وبدأ بتفهم الوضع بالكامل. بينما كانت قبيلة إيوي تضع سائلا أحمر في الماء ويتحول الماء إلى كريستالات، هذه الكريستالات ستغلق البوابات التي توصل إلى الأرض. فجأة وصل سكار وبدأ بإعطاء شيمو الأوامر بالهجوم على إحدى البوابات بالثلج، مما منع إغلاق البوابة. لكن ترابر جاء مع الطيور التي تطلق الكهرباء وهاجم سكار وشيمو، مما أعاقهم قليلا. بعد ذلك وصل الوحشان العملاقان كونغ وغودزيلا، وبدأت المعركة الملحمية. وصل الأربعة إلى سطح الأرض، وأمر سكار شيمو بتدمير المباني، لكن غودزيلا هاجم شيمو وكونغ ضرب سكار. دمر سوكو الكريستال بالفأس، مما أدى إلى انفجار كبير. بعد تدمير الكريستال تحرر شيمو من سيطرة سكار. جمد شيمو سكار وحطمه كونغ وصرخ صرخة الانتصار. أطلق غودزيلا شعاعه في السماء احتفالا بالنصر، واحتضنت إيلين جيا قائلة: أنا فخورة بك. شعرت إيلين بالقلق لأنها اعتقدت أن جيا ستتركها لتعيش مع قبيلتها، لكن جيا أكدت لها أنها ستبقى معها. بعد ذلك أغلقت موثرا الغشاء الخاص بقبيلة إيوي. بعد انتهاء المعركة الكبرى عاد غودزيلا إلى إيطاليا ونام في سلام، بينما عاد كونغ وسوكو وشيمو إلى قرية القرود، وأصبح كونغ قائدهم. إلى هنا ينتهي الفيلم، فما رأيك؟ اكتبه في التعليقات. وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك للحصول على المزيد من الملخصات. إلى اللقاء.